أنا أول ما دريت بالخبر نزلت لهون، وساعات بلم الأشلاء ممكن يكون حدا من قرايبيني، ممكن يكون حدا من أصدقائي، ممكن حدا ما بعرفه، بس أنا بالنهاية هذا دم السوري بخصني إلي. لأن حب سوريا يجري في دمه قتلوه، ولأن يداه شاركت في لملمة أشلاء إخوانه السوريين قتلوه، ولأنه رفض إرهابهم وإجرامهم قتلوه. قتلوا الجسد، لكنك يا محمد ستبقى روحا طاهرة. فبعد 48 ساعة من اختطافه في حي مساكن برزة في دمشق، تبنت إحدى المجموعات الإرهابية التي تتستر باسم كتيبة أحفاد الصديق اغتيال الفنان محمد رافع، نجل الفنان أحمد رافع. الشهيد محمد رافع من مواليد العام 1982 شارك في مسلسلات سورية عدة، أبرزها مسلسل باب الحارة الذي اشتهر به بشخصية إبراهيم، ورجال العز، وبومب أكشن، ومرايا 2011. اغتيال محمد لم يكن الأول منذ بداية الأزمة في سوريا، بل كانت سهام حقدهم وطلقات إرهابهم موجهة لكل من نطق بكلمة الحق من إعلاميين وفنانين، ولكل من ساهم بتربية أجيال وقفت في وجه غلهم وإرهابهم من أساتذة جامعيين وعلماء ورجال دين. ولكن في النهاية كل هذه الدماء الطاهرة ستزهر حبا بين أبناء سوريا، ليبقى الوطن هو الأسمى والأطهر والأنبل. وبدي أقول لهم شغلة تانية والرسالة الأهم، قد ما فجرتوا هذا الشيء ما راح يوقفنا، قد ما فجرتوا، قد ما عملتوا أفظع ما عندكم قدمتوا، نحن بالنهاية ثابتين.